ماذا طلب مدرب الأولمبي الأرجنتيني ماسكيرانو قبل مواجهة العراق؟ أصدر مدرب المنتخب الأولمبي الأرجنتيني خافير ماسكيرانو توجيهاً للاعبيه قبل مواجهة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد باريس 2024. وخسر المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره المغربي بنتيجة 2-1 بعد أحداث غريبة شهدتها المباراة عندما قام الحكم بإطلاق صافرته نتيجة اقتحام الجماهير المغربية للملعب ليعود ويراجع هدف الأرجنتين الثاني الذي تم إلغاؤه بداعي التسلل، لتستكمل المباراة بعد 1 دقيقة وانتهت بفوز أسود الأطلس. وعقب اللقاء قال ماسكيرانو لموقع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: ليس لدي تفسير للاعبين. لمدة 20 دقيقة كانوا يراجعون مسرحية. الحكم كان يتوجب عليه أن يقرر متابعة المباراة وعدم منعنا من الاستمرار لمدة 3 دقائق بعد فترة طويلة جدا ما بين إن المباراة تم تعليقها بسبب الأمن. لما نكن نعلم ما الذي يحدث ولكن شعرنا أن شيئا ما يحدث. وتابع: نحن أيضا لا نحب أن يحدث هذا النوع من الأشياء. لا نريد أن ننتفع أو ننخدع بها. الآن علينا أن نقلب الصفحة ونبحث عن الانتصارين أمام العراق وأوكرانيا اللذين سنحتاجهما للتأهل. ماسكيرانو يطالب لاعبيه بالتركيز على مواجهة العراق. وأكمل ماسكيرانو: ما حدث داخل الميدان كان فضيحة. علينا أن نركز على الأشياء الخاصة بنا، ومن الواضح أنه أمر محير، ولكن الآن يجب أن نتطلع إلى الأمام. لقد انتهى الأمر بالنسبة لمباراة المغرب. علينا التركيز على المباراتين المقبلتين والدعوة للاعبين إلى المحافظة على الغضب واسكبها في المباريات المقبلة. قدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم شكوى إلى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية ولجنة التأديب في الاتحاد الدولي فيفا بخصوص ما حدث خلال مباراة الأرجنتين والمغرب يوم أمس. وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الأرجنتيني على ملعب غروباما ستاديوم في ليون عند 4:00 يوم السبت المقبل. ويستأنف المنتخب الأولمبي العراقي اليوم الخميس تدريباته استعداداً لمواجهة الأرجنتين يوم السبت المقبل، إذ يأمل الكادر التدريبي بعودة المدافع المصاب سعد الناطق بعد غيابه عن مواجهة أوكرانيا يوم أمس. ووعدت اللجنة الأولمبية العراقية لاعبي أسود الرافدين بمنح مكافآت مالية للفريق في حال تحقيق نتائج إيجابية في منافسات كرة القدم للرجال من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز.